السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اهلا وسهلا بكم يا حبايبي. اما بقى بالنسبة للوصفة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، وصفة السردين المعلب، ان شاء الله تجربي الطريقة دي ورايحة تنبهري بيها. السردين المعلب في البيت ده طعم رائع جدا. سامعين كده التكة؟ جميلة جدا. أهم حاجة التكة دي علشان لما تحتفظي بيه في التلاجة تبقى متأكدة إن هو في أمان وهيقعد معاكي فترة طويلة جدا. شايفين السردينة على قد ما هي مستوية، على قد ما هي متماسكة وما هيش مهرية. ننزله كده في الطبق بالسردين الرائع الجميل اللي قدام حضراتكم ده. بسم الله ما شاء الله، الريحة كانت جميلة جدا، الطعم أجمل وأجمل. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتنور رضاكم. سهلة وبسيطة وجميلة جدا. السردين مستوي وابيض زي القشطة. شايفين الجمال؟ يلا كده نبتدوا مع بعض ونعرفوا الطريقة البسيطة والسهلة والجميلة دي للسردين. معايا هنا كمية السردين، أي كمية أنت حباها بتعمليها بنفس الطريقة. أنا هنا معايا كيلو من السردين ودي المقادير بتاعته. بتجيبي السردين تنضفيه، بتمسكيه تغسليه كويس قوي، وانت بتغسليه بالراحة كده عليه علشان ما ينهرش منك. اغسليه في مية كتيرة. طبعا بعد ما غسلته ونضفته كويس قوي وطلعت الرئة السمراء اللي بتبقى في البطن. اهم حاجة تطلعي الرئة دي لان دي اللي بتعمل الزفارة. نقعته كده في مية كتيرة مع معلقة كده من الخل ومعلقة من الملح قيمة 5 دقايق كده، وصفيته وغسلته تاني. بعد كده صفيته بقى في مصفى ونشفته كويس قوي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هبدأ في الطريقة بقى. معايا هنا لكيلو السردين معلقتين 3 كده من الخل. معايا هنا مج من الزيت، ممكن تقلليه يبقى مج إلا ربع، بس المج كان مناسب جدا للكيلو. هنزل كمان هنا بمعلقة من الفلفل الأحمر. كمان هنزل بمعلقة من الكزبرة على الكمون. هنزل بيها على الخلطة دي. بعد كده بقى هنزل بنص معلقة من الملح. نزلت بنص معلقة لأن أنا عندي هنا الكمون والكزبرة أنا مملحاهم. رايحة أقلب كويس قوي، ورايحة أجيب بقى أي حاجة، مج عندك، إزازة، أي حاجة عشان أنزل فيها بالخليط ده علشان يسهل عليا كده لما أجي أنزل في البراطيم ما يقلبش مني ولا إيه يبهدل الدنيا. هركنه بقى على جنب ورايحة أجيب السردين. معايا هنا بقى البراطيم دي بقى على حسب كمية السردين. أنا غسلاه كويس ومعقماه ومنشفاه كويس من أي مية. هبدأ بقى أدخل السردين بالطول كده. الراس بتبقى تحت والديل فوق. هاملة بقى البرطمان بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شايفين كده لحد ما ياخد بقى. بعد كده بقى هبدأ أضيف له الإضافات. معايا هنا بقى في حدود فص كده من التوم الشرايح، مقطعاه شرايح كده. هبدأ كمان أنزل بقطعتين كده من الفلفل الأحمر، ممكن تستبدليهم بقرن من الشطة لو انت عايزاه يعني سبايسي كده، وممكن تستغنى عنه. بعد كده بقى هبدأ هنا أجيب ربع معلقة صغيرة جدا كده من الشطة. وهبدأ كمان أنزل بنص معلقة أو ربع معلقة صغيرة جدا من الملح علشان ما يطلعش إيه عادب. بعد كده بقى هنزل بنص الخليط اللي احنا عملناه ده، راح أقسمه على البرطمانين. نزلت بنص الخليط وخبطتين كده بساط جدا علشان تتأكدي ان الخليط ده نزل للسردين ونزل للبرطمان كله بنفس الطريقة. هعمل البرطمان التاني بس طبعا من غير شطة. طبعا بعد ما خلصنا البراطيم بالشكل ده، شايفين جمالها؟ تتاكل من غير سوا. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. بعد كده بقى هبدأ أجيب الغطيان. رايح أغطي البراطيم دي كويس قوي، لازم تحكميها كويس قوي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. رايح أجيب بقى الحلة، هنزل فيها كده بقطعة من القماش علشان البراطيم ما تبقاش ملامسة لقاع الحلة، ممكن تفرقع مني. بعد ما نزلت بالبراطيم في الحلة بالشكل ده، هبدأ أنزل بقى
بالمية المغلية، بتنزلي بالمية المغلية لحد نص البراطيم أو فوق النص كده بحبة. طبعا بعد ما نزلت بالمية المغلية رايحة أغطي بقى عليها ورايحة أرفعها على البوتاجاز. بس لو انت بقى رفعتها على البوتاجاز وحبيتي انك تزودي مية، لو المية قلت لازم تزودي مية سخنة، لو زودت مية باردة البراطيم رايحة تفرقع، فلازم تزودي مية سخنة. غطيت عليها بالشكل ده ورفعتها بقى على الشعلة اللي فوق الصغيرة زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، على نار هادية جدا. قعدت معايا ساعتين، بيبقى بقى على حسب حجم السردينة، ممكن تاخد معاكي أكتر من ساعتين ممكن أقل، على حسب حجم السردينة. طبعا بعد ما أخدت ساعتين سبتها لحد ما بردت كده وهدت وبقت بالشكل الجميل الرائع اللي قدام حضراتكم ده. قد إيه الريحة جميلة جدا جدا والطعم رائع جدا جدا. إن شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنور رضاكم. شايفين الجمال حبايبي؟ يا رب كده أكون فدتكم بالمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.